اهلا شباب، اسف علشان اخرت، كنت في فتره امتحانات ولسه مخلص، والنهارده هكلمك على شويه فضائيين ممنوع على بنتين التحول ليهم. فقبل ما نبدا ما تنساش اللايك والاشتراك، ويلا نبدا. كلنا طبعا عارفين ان بنتين عنده فضائيين كتير، حتى ازموس لما فتح له الماستر كنترول في مره الأومنيتريكس قالت ان بين يقدر يتحول ل1,903,000 فضائي. Access Master Control. Master Control unlocked. Everything's unlocked? How many aliens can I turn into? 1,903 genetic samples available. ولكن في فضائيين محظور على بنتين استعمالهم بسبب انهم خطيرين جدا وممكن يدمروا الكوكب او الكون كله. والفضاء الاول معانا هو ليفتي، ولو انت واحد متعود تتضرب كتير فكل اللي اتضربت ده كوم، والضربه من ليفتي كوم تاني، لان ضربه واحده منه كفايه انها تدمرك وتمحيك من الوجود، كانك ما اتولدتش في العالم ده من الاساس. ده سايتاما صاحبك ولكمه في عالم الانمي ما يجيش حاجه جنب قوه ليفتي. تخيل بقى انك تعصب الكائن ده، وقتها بقى بسلم على الشهداء اللي معاك، وبسبب قوته دي هو واحد من اخطر الكائنات في بنتين، وما اعتقدش ان بين هيكون غبي كفايه علشان يتحول له. والفضاء التاني اللي معانا اسمه سناف جراب، وبعيدا عن الاسم الغريب ده لكن قوه الفضاء ده اغرب، وقوته انه بيقدر ياكل اي حاجه، وشهيته بتكون كبيره جدا. ولكن حد ممكن يقول لي ايه المشكله؟ يعني زيه زي ابتشيك وزي بيتل، الاتنين بياكلوا اي حاجه. ما هي دي يا صديقي هي المشكله. الفضائيين اللي زي ابتشيك الحاجات اللي بياكلوها بيطلعوها على هيئه كره طاقه او شعاع ليزر، لكن سناف جراب بياكل ومش بيطلع حاجه، وبيفضل ياكل لحد ما يكبر ويكون في حجم المجرات، ومن الاخر كده هو يقدر ياكل كوكب الارض كله، وممكن ياكل المجرات كمان بسهوله. فلو بين كان جعان اللي احسن ما يتحولش للفضاء ده، علشان ممكن ياكل الكون كله وبرضه مش هيشبع. الفضاء الثالث معانا وهو اسن، وده عباره عن ثقب اسود ماشي على رجلين. اللحظه اللي هيتحول فيها بين الفضاء ده اللحظه الثانيه هيكون بلع كوكب الارض كله. قوته شبه سناف جراب بس على نطاق اوسع بكتير. بس تفتكروا يقدر يبلع الين اكس ولا هو مش بالقوه الكافيه علشان يعمل ده؟ يا ريت تقول لي رايك في الكومنتات. وكويس ان بين مش بيستخدم الفضاء ده، لانه كان زمانه دمر كوكب الارض كله. الفضاء الرابع معانا هو اسمه ريد سكير، وده يعتبر العنتيل اللي فيهم، لان ريد سكير هو المفترس الاجمد وسط الفضائيين كلهم، وده لانه المفترس الخاص بالين اكس. بالعربي كده الفضاء ده بيصطاد فصيله الين اكس، وعلشان كده هما بيكونوا في بعد تاني خاص بيهم، وعلشان توصل لهم لازم يكون معاك خريطه لا نهايه. أزموث لدي أخبار سيئة. أعلم، فشلت في إيقاف أجريغور وتركته يجمع 3 قطع من خارطة اللانهاية. أنت فاشل. أي الفشل الحقيقي ما سيحصل إذا لم تمنع أجريغور من الحصول على آخر قطعة والتوجه إلى مركز البداية. لكن احنا بنتكلم عن مفترس الين اكس اللي اكيد قدراته اكبر من قدرات الين اكس، فكويس ان سايكوبس ما حطش المفترس ده في النيمتريكس، والا كان العالم انتهى. الفضاء الخامس اللي معانا وهو اسمه ابوليون، وده متخصص في النار، وشكله كده شبه الشياطين، وحرفيا هيت بلاست تعتبر شمعه جنب قوه الفضاء ده، لانه يقدر يحرق كوكب الارض كله بمجرد نفخه صغيره. قوه ناره تعتبر مساويه لنار الشمس او يمكن اقوى منها كمان، وده ما اعتقدش ان بينها يحتاجه طول ما هو مش عايز يولع في العالم كله، وكفايه عليه هيت بلاست اهو يعتبر عود كبريت. والفضاء السادس اللي معانا واسمه بريدارك، وده يعتبر المنافس الشرس لابوليون، لانه عنده قدره امتصاص الحراره من اي حاجه، ممكن يمتص حراره جسم الانسان، ويقدر يمتص حراره الشمس ويغطي العالم كله بالظلام والجليد، وكمان ممكن يجمد مفاعلات نوويه بمجرد لمسه. فتفتكر مين اللي هيكسب لو بريدارك دخل في مواجهه ضد ابوليون؟ قول لي رايك في الكومنتات. ونروح للفضاء السابع اللي معانا واللي اسمه زيليتش، وده على عكس كل الفضائيين اللي قبل كده، ده الوحيد اللي ظهر في السلسله الاصليه، واول ظهور ليه كان في حلقه المخيم، والكائن ده مصنف من الفطريات وعنده هدف واحد بس، وهو انه ينتشر في كوكب الارض كله علشان يقضي على البشر كلهم وما يتبقاش غير فصيلته. ولكن في الاخر بينه والجد ماكس هزموه بمسحوق كده بيقضي على الفطريات، وبعد كده بين نشر المسحوق ده في كل مكان علشان يوقفوا خطته الشريره. وكويس ان الفضاء ده مش موجود اصلا، لان حتى لو بين اتحول له مش عارف يتحرك بيه علشان هو اصلا ما عندوش رجلين. الفضاء الثامن اللي معانا واسمه جايا، وده زي اسن وسناف جراب، ولكنه مش محتاج يبلع حاجه علشان يكبر، هو بيكبر كده كده طبيعي، مش جعان زي الاثنين التانيين، وحجمه بيوصل لحجم كواكب ومجرات، وحرفيا يقدر يمسك كوكب الارض بين صوابعه، ويقدر يحجب اشعه الشمس ويسبب كسوف دائم. فهم 3 تخاف منهم، جايا وسناف جراب واسن، علشان هم بيحبوا يكبروا ويدمروا العالم من غير سبب. الفضاء التاسع اللي معانا واسمه تيريروسكي، بعيد عن الاسم الغريب ده، ولكنه مخلوق مستذئب عملاق وبيتغذى على الاعداء كانهم فريسه. يعني لو انت شرير او بتفكر تكون شرير هو هيفشخك بمعنى صح. لما بين بيهزم الفضاء بيقبض عليه علشان يخليه كويس وكده، واكل الفضاء ده بياكلهم حرفيا. والفضاء العاشر اللي معانا وهو شكرك، وده برضه من الفضائيين اللي ظهروا في السلسله، ولكن ظهر في الروبوت. والفضاء ده عنده قدرات كهربائيه جامده، ولكن في كل مره بين بيستخدمه بيرسل اشارات لكوكبه علشان يجوا الارض ويغزوا العالم. يعني شكرك عامل زي الاريال اللي بيبعت اشارات لكوكبه علشان يجوا ويحتلوا الارض ويقتلوا كل اللي فيه، وبسبب الصراعات اللي بينهم دمروا الكوكب بتاعهم اللي كان اسمه فولماس، وراحوا غزوا كوكب تاني اسمه فولماس 2. An old friend used to say, It's hero time. ونيجي بقى للفضاء ال11 واللي اسمه نو نيم، ويعتبر من الفضائيين الاناث، وزي ما سمعت كده هو اسمه مفيش اسم. غريبه مش كده؟ الاغرب بقى لما تعرف قدراتها، وانها لما تعرف اسم اي شخص تقدر تتلاعب بيه. يعني لو عرفت اسم بنت تقدر تتحكم بجسمه وتخليه يعمل اي حاجه هي عايزاها، مش الحاجات اللي في دماغك. ولو مثلا عرفت اسم بركان تقدر تخليه ينفجر ويدمر العالم كله. وكمان لو عرفت اسم الارض حرفيا ممكن تفجر الكوكب كله. فلو قابلتها في يوم اوعى تقول لها اسمك. والفضاء ال12 معانا واللي اسمه بلانتالاكوفيل،
واللي اسمه بلانتر. المهم يعني ده زي المفجوعين اللي اتكلمنا عنهم، ولكن الغريب ان صانع بنتين صمم الشخصيه دي اصلا ولكن ما حطهاش في السلسله. ومن قدراتها انها تقدر تاكل مدن كامله وتكون اقوى، وكمان تقدر تكبر قوي لحد ما تحول كوكب الارض كله بالجذوع بتاعتها. تحس كده قدراتها شبه وايلد فاين، ما عدا انه مش بيكبر ومش بياكل المدن. ولكن كويس ان الفضاء ده ما ظهرش في بنتين، لان مش عارف هتكون لازمته ايه بصراحه. الفضاء 13 معانا واللي اسمه سلوتر هاوس. بعيد عن الاسم وشكله، الفضاء ده من فصيله الديكادون. فاكرين انتوا روبوتات الديكادون اللي كانت قادره تواجه بين بكل قوه، او سيد الاسلحه اللي خطف بين مره علشان ياخد الالتيميت ريكس؟ الفضاء ده بقى متطور بيولوجيا، حاجه كده شبه الفيروس، وعنده قدره التحول لاي شيء، ويقدر يتحكم في جسم الكائنات الحيه ويقتلها. وكمان عنده قدرات ابجريد، ويقدر يتحكم في اي آلة هو عايزها. فاعتقد ان قدراته ونوع فصيلته ممنوعين من الساعه، واتمنى بين ما يفكرش يستخدمه ابدا. والفضاء ال 14 معانا واللي اسمه كوجنيتو هازارد. والله ما عارف الاسماء الغريبه دي. المهم قدرات الفضاء ده انه بيقدر يغير شكله، ويقدر يتحرك بسرعه خارقه بين الابعاد، لدرجه ان البشر وحتى بعض الفضائيين مش بيقدروا يشوفوا ده. وممكن كمان يسبب صدمه لبعض الكائنات الفضائيه بسبب الحوار ده. وكمان حجمه بيكون عملاق جدا. وحاجه مهمه كمان، الفضاء ده من البعد 26. فاكر انت الفضاء اللي كان من البعد 26 وجه الارض علشان ياخد صندوق كان بيقدر يتحول لاي حاجه حرفيا، وكان قرب يهزم بينه والباقي. ولكن الفضاء ده لحقهم في اخر لحظه، واكتشفوا بعد كده ان الصندوق ده مجرد لعبه طفله صغيره. That this dangerous weapon you fear is nothing more than my daughter's favorite toy. بصراحه انا اتصدمت وقتها، يعني صندوق زي ده قادر على تدمير العالم، يعتبر لعبه لطفله في البعد 26. وده خلينا نعرف ان البعد 26 بعد فيه كائنات خارقه. ولكن هل هم اقوى من الين اكس؟ مش عارف الصراحه، بس قول لي رايك في الكومنتات. الفضاء ال 15 معانا واللي اسمه جرانت دبل. اول ظهور للفضاء ده كان في لعبه فاشن فول، وبتدور احداث اللعبه دي ان في غزو الكائنات فضائيه على عالم كرتون نتورك، وان اشهر شخصيات كرتون نتورك لازم تتحدد علشان يهزموا اللورد فيوز مدمر المجرات وجيشه من الغزاة من كوكب فيوجن، وان فيوز هو اللي بيسيطر على الكوكب ده. ومن قدرات الفضاء ده انه بيقدر يدمج المواد، وعنده قدرات تخاطريه كبيره، وعقله بيكون زي خليه النحل كده. وكمان عنده قدرات شفاء برضه، ويقدر يعمل عمليات اندماج زي اتومكس، ويمكن اقوى منه. وممكن بسبب التخاطر دي لو بين قدر يتقن التحكم فيه، ودي حاجه مشكوك في امرها، ممكن يعمل شبكه تخاطريه بينه وبين جوين وكيفن، او شبكه بينه وبين روك وكل اعضاء البلامر. بصراحه كده هو الفضاء اللي معرفتش اقول اسمه ده يعتبر من اخطر النباتات، يمكن حتى اخطر من سوام فاير ووالد فاير. فاحسن حاجه ان الاثنين محظورين من الاومنيتريكس، والا كان هيبقى في كوارث كتيره فشخ. والفضاء 16 معانا وهو نوكلير هازارد. مش عارف ايه حكايه هازارد معانا، وده يعتبر اخطر بكتير من الفضائيين اللي فاتوا. فحل لو ما لاحظتش فاسمه لوحده كارثه، بالذات كلمه نوكلير لان معناها نووي. ما خفتش لسه؟ طب افاجئك بقى، الفضاء ده يعتبر اندماج بين هيومان جاسور واتومكس، ومش عارف ليه شبه جودزيلا كده. المهم ما علينا. الفضاء ده قدراته انه بيقدر يضرب اشعاع نووي زي انفجار هيروشيما كده. ولو فاكر ان الانفجار ده كبير، فاحب اقول لك ان الانفجار بتاع هيروشيما ده بالنسبه للفضاء ده هو نفخ في شمعه، يعني ولا حاجه. في الحقيقه ان قوته تقدر تفجر الكوكب كله في لحظات، وحتى بعد ما الكوكب ينفجر هو مش هيحصل له حاجه علشان هيقدر يجدد نفسه بسبب قوه الاشعاع النووي، يعني هيفضل عايش ابن اللذينه. وكمان الوحش ده بيغضب بسرعه، فانصحك ما تخلوش يغضب علشان هو ما عندوش مانع يفجر الكوكب كله، وكده كده هيفضل عايش. الفضاء 17 معانا واللي اسمه جان براول. للوهله الاولى ممكن تفتكر ان الفضاء ده لطيف، ولكن ده تقريبا شبه ماجن بو بتاع دراجون بول. المهم الفضاء ده مش لطيف خالص، مش زي ماجن بو بتاعنا. بصراحه قدرات الفضاء ده مش جديده ولكنها متطوره. طب ليه هي مش جديده؟ لان قدراته شبه قدرات جوست فريك، يقدر يستحوذ على الاجسام ويتحكم فيها زي ما هو عايز. ولكن الفضاء ده متطور شويه، مش بس بيسيطر على الجسم، لا ده ممكن يغير شكله كمان. ده غير انه ممكن يقتل صاحب الجسم في الوعي الباطن بتاعه. فانصحك ما تلعبش مع الفضاء ده حتى لو اسمه وشكله لطاف. والفضاء 18 معانا واللي اسمه مومنتو موري. بصراحه ده احسن اسم لحد دلوقتي، ولكن على الرغم ان الاسم حلو لكن في مشكله صغيره ومقرفه بعض الشيء. الفضاء ده يعني مكان بقه وبقه مكان عينه. بصراحه كده حاجه في قمه القرف. والمشكله ان قدراته مرعبه الصراحه. عنده قدرات تنويم مغناطيسي، يعني اوعى تبص في عينه مهما حصل، والا هياكلك او هيسيبك بالجنون، لانه بيقدر يلعب في عقلك زي ما هو عايز. ممكن حتى يخليك تقتل نفسك. وبصراحه الفضاء ده قوته مرعبه جدا علشان المعارك النفسيه بتكون مؤثره جدا اكتر من المعارك الجسديه. وده اختصاص صاحبنا انه بيلعب في عقل الفريسه بتاعته، فكويس انه محظور. ولكن تفتكر مين الاقوى، هو ولا مصاص الدماء اللي بين بيتحول له، واللي بالمناسبه مش فاكر اسمه؟ المهم نروح للفضاء 19 واللي اسمه نايت هورس. وده اسمه غريب شويه وشكله اغرب، ولكن الفضاء ده تم تشكيله من اسود اركان الكون المرئي، وانه يقدر يتطور لحد ما بقى قتال قتله، وبيجسد الظلام حرفيا. الكائن ده يقدر يتلاعب بجوهر الفراغ والعدم، ويقدر يمتص الطاقه والحياه، وسايب وراهم خراب كبير جدا. بصراحه كده يقدر يدمر اللي هو عايزه، او يحول الكائنات اللي هو هيدمرها دي لخدم، لكن مفيش كائن يقدر يفلت من قبضته. ولكن هاليليان اكس اقوى من الفضاء ده، وبصراحه كويس ان الفضاء ده من المحظورين. ونروح للفضاء ال20 والاخير معانا النهارده واللي اسمه ميسنج نو. وده يعتبر اخطر واحد في كل الفضائيين دول علشان ده من نفس بعد ريد سكير. الكائن ده مفيش حد شافه وافتكره اصلا، لانه بمجرد ما تشوفه ويسيبك هتنسى وجوده حرفيا. الفضاء ده عنده قدرات كتير جدا، ولكن اخطرهم هي التلاعب في الماده. يقدر يحول الماده لاي حاجه، وعلى سبيل المثال ممكن يحولك من سائل لصلب او من صلب الغاز. وبصراحه الفضاء ده مش محظور، لان مفيش حد يقدر يكتشفه اصلا، او حتى يقدر ياخد عينه من الحمض النووي بتاعه. حرفيا يقدر يهرب من كل العوالم اللي تسبب فيها بدمار. تخيل
تخيل قوه الفضاء ده تكون انك بتنساه، ودي حاجه خطيره جدا. فكويس ان ازموس ما قدرش يحصل على عينه الحمض بتاعه. كده نكون اتكلمنا عن 20 فضاء محظورين في الساعه، او نقدر نقول 19 بسبب الفضاء الاخير ده، لان ازموس ما قدرش يوصل له اصلا. وبس دي النهايه، واحب افكرك ان كل الفضائيين دول مجرد فان ارت، يعني من صنع الفانز. وبس دي نهايه الفيديو، اشوفك الفيديو الجاي، سلام.